رفعوا ايدكم هالجدع، اتجرأ على فروع الشجرة اللي طرح خيرها على الكل، وكل فعل وله حساب، مش احنا اللي بنحاسب. هو اعتدى على اللي بتنسف المظلوم، وان كان ظالم الشجرة ترد عن حالها. الليلة فضيناها، يلا. يكتشف الغامض والمحيط، يستنتج بالعقل الكثير. عمر الرجل الكبير، المحقق عمر. لا 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 لا. اهلا بيك في الاوضه، انا المحقق عمر، ولو ما تعرفنيش خليني انا اعرفك واشترك معانا في الاوضه وساعدنا في حل القضايا. ويلا بينا نكمل رحلتنا في قرية سرور العجيبة ونعرف سر الشجرة المبروكة. الراجل المسكين اللي اعترض على دجل الحاج سرور لقوه جثة مرمية في الترعة، وكان في وضع غريب، متكتف وملفوف بفروع الشجر، وعلى وشه كدمات ما تقدرش تحدد إن كانت دي كدمات بسبب الضرب اللي اتضربه من أتباع سرور، ولا دي كدمات جديدة أدت إلى وفاته. لكن مفيش أي جروح، مفيش أي علامات تدل على الغرق. هو مات وبعدها اترمى في الترعة. الغفير اللي لقى جثته بيقول انه ما سمعش اي اصوات غريبة في المكان ولا شاف اي حد، هو لقى الجثة بالصدفة. وضع غريب، وكان لازم يتم التحقيق في اللي حصل، بالذات طبعا لان الراجل ده تهدد قدام عينيا تهديد صريح من الست سرور، وتم الاعتداء عليه بسبب اعتراضه، واللي حصل ده بفعل مجرم مش بفعل الشجرة المبروكة. علشان كده كان لازم الجثة تتعرض على الطب الشرعي ويتم التحقيق في الواقعة. وأعلنت عن هويتي لأهل القرية وعرفتهم إيه اللي لازم يحصل، ولكن رد فعلهم في الحقيقة فاجئني. هجوم عليا غير طبيعي ورفض تام إني أتدخل. الكل بيقول إنه أخد جزاؤه، ودي آخرة اللي يعترض على الشجرة وعلى ستنا سرور أم البركات. الكل شايف إنه يستاهل، الكل كأنه متعود على اللي بيحصل، كأنه مش أول مرة بيحصل. ولما بدأت أنفعل هداني فتحي ومعاه حمال حاج جمال وقالوا لي ما تحاولش، هنا قانونهم هو اللي بيمشي، الشرطة نفسها ما تقدرش تعترض طريقهم. لكن يعني إيه الكلام ده؟ دي جريمة قتل، ازاي هتعدي كده؟ ازاي بالبساطة دي؟ جريت على الست مرات الضحية أكلمها وأفهمها إن جوزها اتقتل ولازم نبلغ ونحقق. ردت بمنتهى البرود إن هو اللي جابه لنفسه وهو اللي تعدى حدوده على شجرتنا المبروكة. مش معقول، كلهم هنا مجانين. أنا حرفيا بقيت العائل الوحيد في قرية مجانين، الناس كلها مغيبين هنا. حتى فتحي صديقي بقى بيقنعني إني ما اتدخلش وإن ده العادي هنا. الناس دي مؤمنة إيمان أعمى بمعتقداتهم، وممكن علشانها يعملوا أي حاجة. وفي اللحظة دي وبعد كل اللي سمعته ده بقيت مصر إني أكشف سر الدجالة الملعونة دي وشجرتها، واهزم أسطورتهم اللي مغيبة عقولهم دي. ومش هحقق بس ورا موت الجثة اللي قدامي، أنا هحقق في تاريخهم كلهم من البداية. دفنوا جثة الراجل المسكين وكأن مفيش حاجة حصلت، وبعد كشف هويتي لأهل القرية إني محقق بقت نظراتهم ليا كأني عدو ليهم ومصدر تهديد.
حتى الحاج جمال معاملته اتغيرت معايا، لكني خلاص قاعد لهم ومش متحرك من القرية دي غير وأنا كاشف أسرارها، وهبدأ التحقيق مع كبيرتهم الحاجة سرور. فتحي وأسرته وأسرة العروسة كانوا واخدين ميعاد الليلة يقابلوا فيه الحاجة سرور علشان يباركوا الجوازة زي ما بيقولوا، ودي كانت فرصتي إني أواجه الدجالة دي النهاردة. اتجهت معاهم لبيت سرور، وكنا وقت الغروب، وكالعادة البلد كلها فاضية، بس المرة دي كمان كانت ساحة بيت سرور هي كمان فاضية. استقبلونا أتباعها من على البوابة، والكل بيوجه لي النظرات المريبة. عديت على الشجرة ولاحظت فيها شيء غريب النهاردة ما شفتهوش امبارح. الشجرة كان متعلق فيها جلابية ومكتوب عليها بالدم: الأذية للمؤذي. المجرمين بكل بجاحة بيعلنوا عن جريمتهم، ودلوقتي أخيرا هقابل رئيسة العصابة دي كلها، الست سرور. دخلنا أوضة ضخمة متزينة بديكورات غريبة أقرب ما يكون للفن البوهيمي، ريش وفرو في كل حتة، وسجاجيد على الأرض وعلى الحيطان، رسومات غريبة وإضاءة هادية وبخور معتق المكان كله. وكانت سرور زي الملكة قاعدة على كرسيها العالي وبلبسها المبهر وعينيها الملونة بنظراتها المرعبة. رحبت بالحاج جمال وأسرته، وبعدها رحبت بفتحي، وكان الغريب إنها فاكراه وهو طفل صغير، وبتفكره كمان بمواقف هو نفسه نسيها. وفجأة الحاجة سرور بصت لي وقالت: ازيك يا عمر؟ عينيك مليانة أسئلة، مصاحبهم في الزيارة لغرض في دماغك وأنا عارفاه. وأحب كمان أعرفك البت الصغيرة اللي شفتها يوم ما جيت رفضت رشها بتراب شجرتنا المبروكة، لأن خلاص مفيش أمل في شفاها. أمر ربنا نفذ يا ابني، متصابة بالمرض الخبيث وأيامها معدودة، وأنا مقدرش أغير إرادة ربنا. إحنا هنا جند من جنوده بننفذ إرادته هو، ما احنا إلا أسباب يا ابني. ويا ترى بقى أبو البنت اللي قتلتيه ده كان تنفيذ لإرادة ربنا برضه يا حاجة؟ قتلته؟ أعوذ بالله، هو أنا مجرمة يا ابني؟ ده قدره وجزاؤه، وجزاء كل اللي يهم بركة شجرتنا ولا يشكك فيها وما يصدقش. واللي مش مصدق بقى الشجرة بتقتله، مش كده؟ يعني على كده الشجرة هتموتني الليلة. أنا هعذر كلامك علشان غريب عننا، والغريب جاهل بينا وبقريتنا وبركاتها. بس نصيحة يا ابني، خليك ضيف خفيف وافرح لصاحبك وركز معاه، انسى شغلك واتبسط بأجازتك، علشان هنا مفيش قواضي، قضيتنا بنحلها بنفسنا. ولو على بركات الشجرة اللي ما انتش مصدقها، الليلة هتشوف بنفسك يا عمر. خلصت كلامها الغريب ده وخلصت شوية حركات أغرب من بتوعها عملتها على فتحي وعروسته اللي بتبارك لهم جوازتهم. عمري ما كنت أصدق إن فتحي يصدق في التخاريف دي، مسلم نفسه مبهور بالست سرور، وأنا مفيش في دماغي غير وعدها ليا الليلة إني أشوف بركات الشجرة. فضلت أراقب حركاتها والشعوذة اللي بتعملها لحد ما طلعنا من البيت. وأثناء خروجي من البيت وأنا في سكتي للبوابة لمحت شيء غريب. شفت شخص لابس بلطو أبيض زي بلطو الدكتور ومعدي من جنبنا
على مسافة بعيدة شوية في الساحة بتاعة البيت، وأول ما لمحته وشافني وعرف إني ببصله سرع خطوته واختفى ورا بيت سرور. إيه اللي بيعمله الدكتور ده هنا بالظبط؟ وراك السر كبير يا سرور ولازم أعرفه. وصلنا لبيت فتحي اللي اتوضب علشان نقضي فيه الليلة، ودي تاني ليلة ليا في القرية العجيبة دي من غير نوم، وبرغم تفكيري وفضولي اني اشوف بركات الشجرة الليلة زي ما وعدتني، الا ان النوم غلبني. رحت في النوم وبدأت اشوف حلم غريب. شفت نفسي كأني طاير، ولكني طاير على ظهري، شايف السما والدنيا ليل. مشهد كان غريب، وكنت حاسس بالبرد في كل حتة في جسمي، وحاسس كمان بشيء غريب جدا، كأن في حاجة شايلاني من على الأرض ومش قادر حتى أبص حواليا. حاسس بتقل في جسمي، لكن بصعوبة عدلت راسي قصادي وشفتها، الشجرة، الشجرة المبروكة. ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ معقولة سرور الدجالة دي كلامها صحيح والشجرة هتقتلني الليلة؟ ولا ده بس علشان تثبت لي بركاتها؟ اللي انا فيه ده حلم ولا علم؟ مش قادر احرك اي حاجة في جسمي، مش قادر اعمل اي حاجة، وبقرب من الشجرة وفجأة خرج نور من الشجرة وفقدت الرؤية. تعالى تعالى يا عمر، تعالى. ما هي قالت لك من البداية، اللي يصدقها مرضي واللي يكذبها مأذي. يا ترى ايه الصوت العجيب ده؟ وايه اللي بيحصل لي بالظبط؟ خليكم معانا وما تروحوش بعيد، هنعرف كل حاجة في الحلقات الجاية. ملفنا لسه مفتوح.